عارفين مين هو اللي عمل القداس الحبشي؟ القداس الحبشي هو واحد من أجمل القداسات اللي ممكن نسمعها، واتسمى بالحبشي لأنه دايماً بيتصلى في الحبشة. والقداس ده مزيج من 14 قداس بقديسين مختلفين، بس القداس الحبشي هو أشهرهم. واللي عمل القداس الحبشي هو مار يوحنا الحبيب بنفسه، وكان بيتصلي بالقداس الحبشي من فترة قريبة جداً، من حوالي 60 سنة بس. ولكن عشان معانيه كانت عميقة جداً، كانت ناس كتير مش فاهمة الصلوات، وده بسبب الكلام اللاهوتي. وفي وقت من الأوقات بدأ بعض الناس تستغل كلامه عشان تشكك في العقيدة، ومن ساعتها بدأ تقل الصلوات بالقداس الحبشي، وبقينا نصلي ال3 قداسات المعروفين، واللي هما الباسيلي والإخريغوري والكورولسي. وانت كمان أنا مستنيك في قداس من ال3 عشان نتقابل أنا وانت.